تعرف ان نقص الحديد في اول سنتين من العمر مش انيميا وبس. الموضوع اكبر من كده بكتير. نقص الحديد ممكن يأثر على حجم ووظائف المخ في العمر ده، وبالتالي ضعف في الذاكرة، صعوبات في التعلم، تشتت وعدم انتباه اللي ممكن ما ترجعش للطبيعي بنسبة 100% حتى لو عالجنا الانيميا في بعض الحالات. فليه ده بيحصل وازاي نمنعه؟ تعال اقول لك. في العيادة من يومين طفل 10 شهور كان متحول عشان كان فيه صوت غير طبيعي على القلب وضربات قلبه سريعة. الإيكو كان كويس، رسم القلب كان طبيعي ولكن سريع، هيموجلوبين الطفل كان 9.2 من 10. فقلت للأم إن السبب في كل مشاكله هي الأنيميا. الأم كانت رافضة إن هي تدي الحديد اللي كتبه الدكتور قبل كده، عشان سمعت إن الحديد ممكن يغير لون الأسنان، وقالت أنا هعتمد على المصادر الطبيعية لحد ما الأنيميا تتصلح. وقبل ما أرد على سؤالها أو على رأيها هل ده كان صح ولا غلط، تعرفي امتى الطفل يميز صوت امه؟ الطفل يقدر يميز صوت امه عن اي صوت تاني عند عمر شهرين. لما عملنا رسم مخ للاطفال في عمر شهرين، لقينا ان الاطفال اللي عندهم نقص في الحديد كانت استجابتهم العصبية ابطأ بكتير من الاطفال الطبيعيين، وكان قدرتهم على تمييز الاصوات اقل بكتير من الاطفال اللي ما عندهمش نقص حديد. وده لان المخ في الفتره دي بيكون اسرع معدل نمو. المخ بيزيد حجمه في اول سنه 3 مرات اكتر من الحجم اللي بيزيده من عمر سنه لحد سن البلوغ، وده بالتالي يحتاج حديد كتير عشان يبني خلايا المخ، اللي لو ما اديناش في العمر ده بكميه كويسه ومناسبه هيحصل المشاكل اللي كلنا بنشتكي منها. لان اكتر الاماكن اللي بتتاثر في المخ بنقص الحديد هي المراكز اللي مسؤوله عن الانتباه وعن الذاكره وعن التعلم وعن التركيز. فشوفي، نقص الحديد أثر على الطفل في مرحلة من بدري حتى من عمر شهرين، عشان كده محتاجين إن احنا ندي الحديد